اكيد قريتي العنوان ودخلتي تاكدي واش عايشه حياتك اللي انت تستاهليها ولا لا. الفيديو ديال اليوم غيكون واحد النظره صريحه ليك باش تراجعي كاع داكشي اللي كيسلب منك قيمتك وداكشي اللي كيستهلك عمرك وصحتك بلا ما تستافدي حتى شي حاجه. وكان وعدك ما تخرجي من الفيديو تتدي معاك نظره مغايره لداكشي اللي انت كتشوفيه عادي ومنطقي في حياتك وانت عايشه العكس ديالو. في البدايه غنطرحوا سؤال ونقولوا اش كيعني انني نعيش واحد الحياه اللي كنستاهل انا احسن منها؟ واش كيعني الفقر ولا قله الزهر ولا المرض ولا العيال اللي ديما فيا؟ ماشي بالضروره هادشي هو المقصود، حيت يقدر توفر على كل شيء وحياتك من برا كتبان اكثر من الطوب، لكن في الواقع ناشفه من المعنى وما عندها حتى شي بنا. الحياه اللي ما كتستهلكش هي تفيقي كل صباح وديري شي ادوار اللي عمرهم ما كيشبهوا لك، كتضيعي وقتك في واحد الحاجه اللي عمرك ارتحيتي فيها ولا زادت شي حاجه لا في عقلك ولا في قلبك، وبالليل كتنعسي وانتي شايفه ومتاكده بلي نهارك فوتوكوبي للبارح ما تزز حتى شي حاجه. مني كتخدمي خدمه ولا تكوني في علاقه ولا تفرجي في شي حاجه ولكن عمرك ما حسيتي براسك عشتي شي لحظه حقيقيه ومن قلبك في هادشي كامل كما بغيتيه. عمرك ما اقتنعتي بلي حياتك عايشاها كما خطي ليها في المخيله ديالك، يعني عايشه ليهم هما وعايشه مع التيار غير باش كلشي يمشي كما خاصو يمشي بصافي. هنا غنجيو وغنقولوا اكيد انت عارفه بلي هذه ماشي حياتك اللي بغيتيها وعارفه بلي تستاهلي تعيشي مرتاحه وباقتناع اكثر من هكا. شنو اللي مخليك متقبله الوضع وعايشه وصافي، مع العلم انه من حقك وبامكانك انك تبدلي كل شيء باش تعيشي كما بغيتي عوض ما انت ساكته وراضيه بقل من داكشي اللي تستاهلي. اول حاجه اللي كتخليك تختاري تقبلي بواحد الحياه ما كتعكسش القيمه ديالك هي الخوف ديالك من المستقبل ومن المجهول، حيت عقلك مبرمج على داكشي اللي ديما كيبان لك ديما مألوف واخا مؤلم بالنسبه لك، ولكن دماغك ديما كيقول لك بقي غير هنا، على الاقل كتعرفي هاد المساحه وإلا فتيها اكيد غتضيعي. انت ما عارفاش باللي كاينه حياه اخرى مورا الباب وكتشوفي ناس اخرين عايشين مزيان وهادشي كيخليك تحقري شويه راسك وكيبان لك باللي ما كافياش باش توصلي للنيفو ديالهم، عليها كترضي بالقليل وكتبقاي غير بلاصتك وكتقولي هذا حالي وبارك عليا. وصراحه حتى التربيه اللي تربينا عليها خلتنا نكونوا حدوديين بحال هكا، تربينا على اننا نرضاو غير بالموجود وما نطمعوش في كتر. هادشي كامل كنسمعوه حتى ولات عندنا ديك الرغبه في التطور والتغيير شبه منعدمه. كندخلوا في الكسل وكنموتوا على التاجيل وكنتهربوا من القرارات اللي كتكون كبيره واللي هي اللي بالضبط غدير فرق في حياتنا، واللوم كامل كنلوحوه على الظروف اللي كنقولوا عليها ما كتسمحش وما كتساعدش، وهذا الشيء كامل غير عجز وقله الحيله والوعي منا. كاينين بزاف العلامات كتقول لك بلي حياتك اللي عايشاها قل من داكشي اللي كتستحقي، منها مني كل صباح كتفيقي مهلوكه ومتقله وما عندك حتى شي طاقه ايجابيه تبداي بها الروتين ديالك، وحتى مني كديري شي انجاز ما كتلقاي فيه حتى شي معنى واخا كلشي كيصفق ليك، كتحسى غير بالوقت ديالك كيتستهلك وبالنسبه لك ما كيتمرش وما بقيتي عقلتي حتى على اخر مره ضحكتي فيها وحسيتي بها طالعه من قاع قلبك ولا حسيتي بلي انت فعلا حيه. هادشي كامل رسائل وميساجات كيجيو من الاعماق ديالك ومني كتجاهليها يعني بلي انت قابله بهاد الاستنزاف اللي كينهج فيك كل نهار بدون نتيجه. سولي غير راسك سؤال واحد، امتى اخر مره حسيتي فيها بلي حياتك عامره وعندها مذاق؟ والجواب على هذا السؤال غيوريك الدرجه اللي انت بعيده فيها على حياتك الحقيقيه. ولكن واخا تعرفي هذا الشيء كامل وتكتشفي هاد الاختلالات كلها، هاد الشيء ماشي كافي، لا بد من انك تاخدي خطوات حقيقيه تبداي بهم رحله التحرر ديالك ولو تكون صغيره، المهم تكون غير رغبه وتعرفي شنو هو الهدف والتغيير اللي باغا توصلي ليه. وهذا التغيير غيبدا مني تعرفي مثلا باللي النجاح ماشي هو يصفقوا لك الناس، وانما داكشي اللي يخليك تحسي بالسلام التام والرضا على راسك من الداخل ديالك وتحسي بالطاقه ديالك ماشي مستنزفه. واخا ديري داكشي اللي خاص ديري كتبقاي اكتيف ومحافظه على النشاط اليومي ديالك، وكلمه لا كتولي تجيك سهله حيت هي اللي كتحميك من الذل والاستغلال وكتوفر عليك وقتك وطاقتك لداكشي اللي هو مهم. عطي فرصه لراسك وجربي حوايج جداد وخرجي من الروتين اللي كيرهق النفسيه والصحه، وما تفكريش في النجاح من المحاوله الاولى ديالك، خلي الامر يكون باب جديد غتحليه يدخل عليك شويه الامل والتجديد فقط.
واخا كلنا عارفين بلي الحياة ماشي مثالية وعامرة بالعوائق وشحال من حاجة اللي ما غاديش تخلي الخطة ديالك تمشي مزيان. صراحة هي هادي، نكونوا واقعيين، ما يمكنش نتجاهلوا الواقع. داكشي علاش خاصك تكوني صادقة مع نفسك وتعترفي بالتحديات اللي يقدر يجيو قدامك، وتفكري كيفاش تعملي معاها بحكمة، عوض ما تخليها تكون اعذار توقفك وتستسلمي. مني كتحطي يدك على التحديات اللي ممكن تلقاي قدامك، كيبقى فقط انك ترسمي الطريق اللي غتمشي عليها، حيت ماشي غادي غير تعرفي الصعوبات وتاملي وتعتبري بلي هادشي كافي. هادشي بوحدو ما كيخلقش تغيير. بداي بخطوات صغيره، وكل مره حاولي تبدلي شي حاجه في الاستطاعه ديالك. اي حاجه ما عجباتكش في حياتك وفي الروتين ديالك، اكيد غتكوني عارفه الحل ديالها. حددي الحاجه اللي كتشوفي بلي وقتك كيضيع فيها بلا معنى، وبداي بها هي الاولى، وديريها تحدي. وفكري في الخطوات البسيطه اللي خاصك تتبعي في اياماتك الجايه باش تبدلي هادشي. واخا يبانوا لك خطوات صغيره، ثقي بيا مع الوقت هما اللي غيصنعوا فارق في حياتك. تغيير صراحه ماشي شي حاجه اللي سهله، خاص الوقت وخاص العزيمه وخاص الصبر يكون عندك باش توصلي لهادشي. ولكن هادشي ما خاصوش يكون حاجز بالنسبه لك. باش تعيشي مرتاحه وتحسي بطعم الحياه ضروري تبذلي مجهود، وتكوني صارمه في شي قرارات في حياتك، وشي مواقف اللي ضروريين باش شي حاجه تبدل عندك. الراحه باش توصلي ليها لا بد ما تتعبي شويه قبل. هذه هي طبيعه الحياه. الجزاء كيجي من العمل، واجمل واكبر جزاء تستاهليه هو تعيشي حياه ورديه زوينه اللي تستاهليها فعلا، كيف ما كانت ظروفك وكيف ما كانت البلاصه اللي انت فيها. كل نهار خلي راسك واخا غير نص ساعه ديري فيها داكشي اللي كترتاحي فيه، وداكشي اللي كيقربك من الحقيقه ديالك. هي فعلا غير نص ساعه ولكن كافيه باش تفكرك بلي انت عندك حق في راسك. وقتك ما خاصوش يكون كامل لغيرك. هاد الحياه اللي انت عايشاها دابا وحس بلي ماشي ديالك، غير انت اللي خلقتيها. بلا ما تقولي هذا القدر ديالي وخاصني نعيشو كيما كان. لا، هادشي كتعيشيه نتيجه القرارات خديتيهم ما كانش خاصك تاخديهم، ونتيجه القرارات كان خاصك تحسمي فيهم وتهاونتي فيهم، ومواقف سكتي فيهم في الوقت اللي كان خاصك تهضري فيهم. هادشي كامل غير باش تعرفي بلي حتى حد ما غيقدر يغير حياتك من غيرك، حيت من الاول انت اللي ما عرفتيش شنو اللي خاصك ديريه وشنو اللي تستحقي تعيشيه. ما تسنايش الظروف تقاد اولا اذن من شي حد باش تبداي. هذه حياتك انت بوحدك، وتا حد ما عايشها من غيرك، وتا واحد ما مضرر فيها من غيرك. داكشي علاش خلي مصلحتك اهم من اي ظرف ومن اي شخص. كل نهار كيمشي كينقص من عمرك، وهذا النهار مستحيل وما يمكنش يتعوض لك. عمرك ما تقبلي تعيشي في قفز كدور في عجلة حياتك ديما في نفس الرتم وفي نفس الاتجاه. خلقي الحرية النفسية لراسك، وعرفي حق نفسك عليك. بدلي عقليتك وغيري طريقة تفكيرك باش حياتك تغير. المنبع الأساسي للتغيير الحقيقي كاين في الأعماق ديالك. تحري من أي خوف ومن أي شك ما بقاش كيخدم مصلحتك. خلي الماضي ورا ظهرك وشوفي شنو تزيدي في حياتك. باش توصلي للحياة اللي كتستحقيها لازم تعرفي شكون انتي، ولازم تعرفي شنو اللي كيهمك وشنو اللي كيخليك تحسي بلي انتي في المكان الصحيح. شنو هما القيم اللي ما خاصكيش تنازلي عليهم، وشنو اللي يخليك تحسي بالحيوية والنشاط في نهارك، وشنو اللي ما بغيتيش تعاودي تعيشيه في حياتك نهائيا. نهار تلقاي الاجوبه لهاد الاسئله كاملين كنوعدك باللي حياتك غتكون من تصميمك وكيما خططتي ليها تماما. انتي تستاهلي علاقه كلها حب واحترام متبادل، وتستاهلي خدمه اللي ما تطفيش الانسانيه والروح والرونق ديالك، وتستاهلي وقت يكون غير لك انتي فقط.